السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده. قبل ما نبدا بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم مع الوصفات ديالي اللي خطيكم عليا، وكنتمنى هاد الوصفه ملي تفرجوا فيها وتعجبكم تبارطاجيوها ليا، تخليوا ليا لايك وصليوا على النبي البنات بنيه ربي يفرج همكم ويقضي الحاجه ديالكم يا ربي، والله يسهل عليكم كاملين. اليوم ان شاء الله وصفه زوينه جديده، اول مره على اليوتيوب، غتعجبكم بزاف البنات، خطيره جدا. هاد الوصفه هذه البنات بغيتكم تطبقوها، ديروا النيه ديالكم وغتشوفوا النتيجه ديالها في نفس اليوم. هاد الطريقه الا تفرق معك الحبيب ديالك او الزوج ديالك او الخطيب، يعني اي شخص انت حبيتيه وتفارق معاك وبغيتي ديري ليه واحد النار في القلب ديالو، تشعلي ليه واحد النار في القلب ديالو في حياته حتى يتصل بيك ويرجع ليك، طبقيها كيف ما غادي نقول ليك. راه زوينه البنات، وتوكلوا على الله وديروا النيه، وديروا النية، وربي غادي يسهل عليكم، ما يبقاوش يديكم باردين عليكم البنات. غتجيبي ليا سكين، يعني موس يكون جديد، سكين موس يكون جديد، تشريه جديد ما يكونش قديم عادي، يكون صغير او كبير بحال هكا، مهم جيبي لي سكين. فهمتوني البنات؟ وتجيبي هاد الفطر هذا باش نكتبوا به، تجيبي هاد الفطر عادي. الا من الاحسن كان عندكم في اللون الاحمر غادي يكون حسن، ما عندكش كتبي به ازرق او اسود كيف ما كان عندك. المهم البنات غتجي لهاد السكين هذا وغتكتبي ليا الاسم ديال الزوج ديالك او الحبيب ديالك او الشخص اللي انتيا معاه. مثلا اسم ديالو مثلا آه سعيد ابن، مثلا ابن خديجة. تكتبيها بحال هكا البنات، غتكتبوها تكتبوها من جهات بجوج، فهمتوني البنات؟ غتكتبوها من هاد الجهه وتكتبيها ليا من هاد الجهه. وهاد الطريقه لازم يعني تكوني طاهره، ما تكونش عليك يعني الحيض او الجنابه، يعني تكوني طاهره. وتقولي هادشي اللي غادي نقول لك، وتحرقي ليا الموس او هاد السكين غادي نحرقوه فوق النار، غير فوق البوطه عادي كيف ما غتشوفوا في الصوره المصغره ديال الفيديو. غادي نحطها فوق النار وغادي تعطينا واحد النتيجه، والله العظيم البنات اللي درتو النيه غتشوفوا الرجوع ديال داك الشخص كيفاش غادي يرجع ملتهب ليك وملهف ليك. غتحطي لي هاد الموس فوق النار بحال هكا، يعني غير في البوطه أو اي حاجه، وتكتبوا السميه حتى من هنا، تشدي السكين من هنا وتحطيه فوق النار بهاد الطريقه. وتقولي هادشي اللي غادي نقول لك، تقولي هادشي اللي غادي نقول لك: بسم الله الرحمن الرحيم، وذوقوا عذاب الحريق، كذلك يعذب ويحرق فلان ابن فلانة على فلانة بنت فلانة، الوحى العجل الساعة. هذه الآية الكريمة اللي ذكرنا فهي الآية 22 من سورة الحج. هذه الآية هذه كيستعملوها يعني العلماء ديال الروحانيات والفقهاء، يعني في الجلب، يعني خاصكم تعرفوا هذه الآية عندها واحد المفعول قوي قوي في الحريق وتعذيب الحبيب عليك باش يتشوق ليك. فهمتوني البنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، كذلك يعذب ويحرق فلان ابن فلانة على فلانة بنت فلانة، الوحى العجل الساعة. هاد الموس أو هاد السكين يكون فوق النار، وانتي كتردي الآية الكريمة مع كذلك يعذب ويحرق فلان ابن فلانة على فلانة بنت فلانة، الوحى العجل الساعة. قوليها شحال ما قدرتي حتى يولي هاد السكين احمر البنات، حتى يولي هاد السكين يولي احمر. فهمتوني؟ وانتوما كتردوا ديك الايه الكريمه مع القراءه اللي ذكرت لكم، راه كتشعل فيه واحد النار البنات قويه بزاف. ومن الاحسن الى استعملتوها يعني في الليل، يعني او وقت الغروب، يعني ما تستعملوهاش في الصباح، يعني من وراء الغروب من وراء العشاء، يعني استعملوها خدموها في داك الوقت وفي اي يوم حبيتو نتوما. فهمتوني البنات؟ في اي يوم حبيتو خدموها به. من بعد البنات غتشدي لي هاد السكين هذا وغتبيتيه تحت المخده ديالك، تباتي بيه هذيك الليله تحت المخده ديالك. ومن بعد غير حطيه في شي بلاصه، ما تستعمليهش نهائيا تعاودي تستعمليه في الطبخ او شي حاجه، لا، حتى يرجع لك الحبيب او الزوج. ارميه في شي مكان اللي يكون معشوب، رميه في شي مكان معشوب البنات، يعني يكون مكان نظيف ونقي، اخضر، شي جريده، شي بلاصه اللي نقيه.
حطي فيها هاد السكين هذا وسيري في حالك ما تلفتيش ليه. راها البنات زوينه هاد الطريقه، بغيتكم ديروا النيه الخالصه ديالكم وتخدموا بها، راها كتعطي النتيجه في نفس اليوم او في نفس الليله، غتشعل فيه العافيه وتشعل فيه النار من جهتك حتى انه يرجع ليك وصفه مأكده مجربه زوينه. ديروا النيه البنات وخدموا بها. كنتمنى من البنات اللي عجبتكم الوصفه حاولوا انكم تبارطاجيوها على قدر شحال ما قدرتوا، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتعليقات الزوينه ديالكم، ولهلا يخطيكم عليا، كنبغيكم من كل قلبي. البنات اللي اول مره غادي يشوفوا القناه كنتمنى يشتركوا فيها ويفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. وكنتمنى تدخلوا لقناتي الثانيه الخاصه بالتاروت، غتعجبكم بزاف البنات اللي بغات تعرف التاروت ديالها على حساب البشره ديالها. راه القناه غادي نخليها لكم في اول تعليق ديال الفيديو. نتمنى انكم تزوروني فيها وما تنساوش البنات تدعموني لانني غبرت عليكم شويه و... وكنتمنى انكم تعاودوا انكم تدعموني وتوقفوا معايا. ولهلا يخطيكم عليا البنات وتوكلوا على الله وما يبقاوش يديكم باردين عليكم وخدموا الوصفه وان شاء الله ما يكون غير الخير. كنبغيكم من كل قلبي. البنات اللي محتاجين اي وصفه كتبوا لي في التعليقات نوعيه الوصفات اللي نتوما باغين باش نعرف اش من وصفه نتوما باغين، واش تفوسيخه واش جلب واش تهيج، يعني شنو نتوما كتبغيو يعني في نوعيه الوصفات اللي نتوما باغينهم. كانت هذه هي الطريقة ديال اليوم. كنتمنى يكون كل شيء واضح فيها، ولا ما كانت شي حاجة واضحة اكتبوا لي. وكيف ما قلت لكم لازم تكوني على طهارة وفي أي يوم بغيتي، وراه ساهلة. وجيبي لي الموس أو السكين، كل واحد شنو كيقول ليه. من الأحسن يكون هاد الموس هذا يكون جديد وماشي ضروري يكون كبير ولا صغير، أي سكين كيف ما كان شريوه وتوكلوا على الله. وتكوني تتخيلي داك الحبيب ديالك قدامك، ملي تكوني كتحرقي السكين تخيليه قدامك بانه جاي عندك وانه ملهف عليك. وديروا النيه البنات. وراه هاد الايه الكريمه فيها واحد الروحانيه يعني قويه بزاف بزاف في الحريق او الجلب ديال الحبيب. هذه هي الوصفة اليوم، نتمنى تكون عجباتكم. لهلا يخطيكم عليا كنبغيكم من كل قلبي. شكرا لكاع البنات اللي متبعيني، شكرا على دوك التعليقات الزوينه، الله يخليكم ليا، شكرا على الدعم ديالكم والمسانده ديالكم ليا. وكنتمنى نعاود نطلب منكم تبارطاجيو الفيديو. وشكرا لكم كاملين وما تنساونيش من الاعجاب والتعليقات الزوينه. البنات اللي اول مره غيشوفوا القناه بارطاجيو ليا، ديروا ابوني وما تنساوش يعني تفعلوا زر الجرس باش اي جديد يوصلكم وبالزربه. ولهلا يخطيكم. شكرا لكم كاملين. نخليكم البنات هاد الساعه على خير وبخير. وما تنساوش الكتابه من هنا ومن هنا وتحرقيها في النار وانتي كتعاودي القراءه. المهم البنات هذه هي طريقه اليوم. نخليكم هاد الساعه على خير وبخير وبسلام عليكم.